حاجه النور بيته هينقفل ومفاتح. رح اركب يا خالد، رح اركب يا اخي، رح يا اخي، يا اخي رح يا اخي، اركب يا اخي. سالم يا سهام، قلت لك يا اخي هي كلها شهرين والجامعه تفتح، بعد ذاك اذا كان عايز يرحل نشوف. اضمن من وين انه في الشهرين دي حيكون فيها كويس. اسمع يا سالم، لو انت مصر انه النور ده يقعد في السودان ارحل من الحله دي. ونعمه اللي بيقعد معاها منو؟ يقعد معاه صلاح. صلاح مش اخوها؟ قاعد في فرنسا لا شغل لا مشغله. اديه قروش، على الاقل القروش اللي بتديها له دي يكون عندها معنى. ده يا سيدي بخصوص النعمه، اما بخصوص النور انا اللي بتصرف. إن شاء الله ما بنقول زي المرة اللي فاتت، كل ما نلقى طريقة بنجي عليك يا نعمة. وانتي لو عايزة تغيري جو ممكن تجينا في كسلة ما بعيد. زي ما مرقتوا من البيت ده زمان كلكم، هسه مرقتوا كلكم. مرق سالم ومرقتي انتي حيمرق صلاح، وزي ما زمان طولتوا تاني حتطولوا. تعبت من الانتظار. صباح كله جمعة كنا بنعمل فطورنا انا وابوي قدرنا كلنا، مع انه عارفين انكم ما حتجوا، لكن بعد كنا بنعمل حسابكم. تفتكر يا خالد لما تفتح لي الجرح القديم ده حقعد؟ قلت احاول معك، لو بقيت قاعد بلقاك، لو سافرت اتصل علي. بعرف درب المطار براي. برضه اتصل علي. كل مشوار ساعات ما بكلفني حاجه. لو انت سافرت هحتاج ملايين من الجنيهات وتأشيرة عشان اشوفك. خليني اشوفك مره، لانه انت لو سافرت تاني احتمال سنين ما اشوف. الإجازة لما تجي بتمشي سريع، ونهلا لما تسافر الزمن ما بيمشي خالص. هسه قريب ده ما كانت معانا. والله هسه عادي أنا شايفها بعيدة خلاص. وقت اجازتك ما بعيد يا صديق، بتجي بنمشي لها كلنا إن شاء الله إن شاء الله. عرفت حلقاكي هنا،
جنك تمارين، تتمرني براكي وتتمرني مع الأوركسترا وتتمرني بالكمنجة. يا بنت الكمنجة دي لو كانت زول كانت جرت منك، ارحميها وارحمي نفسك. الكمانجة دي صاحبتي، لا بتزهق مني ولا انا بزهق منها، واخر ليك تمرني، احتفال قرب. يا احتفال، انت عندك مشكلة ابعاد وعايزة ليها وزنة، الاحتفال ده بعيد. انا عايزه اشوفه قريب عشان بابا يقتنع انه بنته احسن عازفة كمانجة في السودان. عاوزاه يقعد هنا وماما جنبه، ولما ينتهي الاحتفال احييه على تعبه ومجهوده معايا. شايف الجمال ده كله، سايبه كله تعال لنا. ده اجمل مكان في العالم. انت عندك راي فيني؟ عندك راي في عقلي؟ لا انت قايل عمك ده ما شاف غير حله فوق وحله تحت والمكان ده؟ لا عمك لف العالم كله، مشى الهند، هملايا، السور العظيم، سور الصين العظيم، لكن ده اجمل مكان. انت بتشوفه اجمل مكان في العالم لانك ما غريب، وبتشوفه مع ناسك اجمل مكان في الدنيا لانه حقك. اما انا فعندي سببي الخاص. عليك الله عليك الله عليك الله لو ما مشيتي معي. اسكتي عليك عشان الله. افكر، اسكتي عشان افكر. موافقة يس، لكن تخليني اتمرن. موافقة يس، لكن في الحديقة. موافقة. فضل كده ناخد الاذن. ما مشكلة، نغشى الداخلية، نشيل الإذن ونمشي. الاذن الاهم من بابا. الو، تلفون شنو يا هاشم؟ تمشي ليه؟ انا لو عندي تلفون بضرب لك انت. طيب لو انت ما عايز تمشي المشوار ده مرة واحدة، عايزني انا اوافق ان النور يقعد هناك؟ بتمشي ولا ما بتمشي؟ خلاص كويس حاضر. ما شفتك انت في البلد دي، ما شفتك قبل كده. انت غريب ولا شنو؟ أنا ما غريب، أنا من البلد دي، لكن كنت برا السودان، كنت في الإمارات. أنا النور وسالم. يا زمان لما كنت قادرك كده، بعد ما شبعت من البلد دي شبع تمام، قلت اغيرها، غيرتها وجيت. لما جيت راجع لقيتها احسن من غيرها. حظك هجاتك كاش. دي اسمها الكاس. تعرف الكاس؟ ما بعرفه. ما في الأمارة تعرف الكاس كيف؟
الزوايا هي اللي بتحدد المكان وجماله. اي زاويه اي مكان تشوفه لازم تعرف تعيل من وين عشان زاويتك تكون صحيحه. عندك الغروب مثلا هنا من الحته دي، اول حته دي تحس انه دي الحته الصح، الزاويه الصح. الموج المدافع في النص جاي لحد ما يضرب في الجيف، لما نصل الجيف بيحصل له شنو؟ بيفتر. لما يفتر ده بتصوره كيف؟ ترقد له أرقد. شايف كده الدنيا كركبه الصبايح ساكت. لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما مو صاحبي بيصير لي فجاه. ده النور والسالم. ما قلت لك الشمس دي لما تغيب وتجي بصباحاتها اهو فات نور وجا نور. كله من حسن سينما ده طلعني الجبل ونزلني من الجبل، دخلني المويه ومرقني من المويه، قبض له سمكه واحده قال لي ليش شيلها معك؟ ده منو كمان ده؟ الا الغريب اللي بدق الباب. كده شوف ده منو النور. خلو هاشم؟ كنت تاخذ ما نازل ولا شنو يا خالد؟ لا ابدا، حمشي الشغل اشوف الحاصل شنو واجي راجع بعدين. طيب مع السلامه. النور لا بلم شنطته لا بيطلع من البيت ده. انت بتسمع؟ انا غايب ذا الكلام اللي قالوا لي وقال لي يقولوا. اقول لك حاجه، انا ذاتي ما من الموضوع ده. انا اطلع روحي من القصه. تفضل هسه دي انا اوريك اهو دوموا اتكلم معاه. يا سهام انا نعمه. انا قلت سهام كتر خير رسلت اخوها عشان اجي يعزف يا ابوي. اخوك اللي رسلتيه لا جا قال البركه فيكم ولا شعل الفاتحه. جا قال شنو؟ عايز النور يمشي معاي. اسمعي هنا، النور لما جا البيت ده جا بإرادته وإذن من ابوه، ولما يطلع من البيت ده برضه حيطلع بإرادته وبإذن من ابوه. سمعتي؟ سامع يا سالم؟ سامع؟ هاشم اخوي في يومين قال لي هدومه بقت وسخانه وريحته معفنه بريحه السمك. انت النور ده اللي يموت يا سالم حتى تعمل حاجه؟ بعدين تعال هنا، نعمه دي بيات وجهي حق تتكلم معي انا بالطريقه دي، لكن لا حق تتكلم. تعرف ليه؟ عشان هي لا عرست ولا جابت جنى عشان تعرف قيمه الجنى. كلام احسن حاجه تعمليها تطلع من قدام وشي. عارف الجبال دي لما نغطيها الليل ما بتكون ابدا زي الجبال اللي بنشوفها بالنهار. ده ما يهوذا سيادتك زي ما قال المثل،
الليل غطى الدبار. عشان كده احنا لازم نفتح عيوننا دي كويس جدا جدا في الليل الطويل ده. عارف يا عم ادريس، كم ما ونستك الجميله دي، الليل الطويل ده ما كنا هنعرف نقضيه كيف. الونسه تجيب النوم والنوم يجيب اللوم. ان شاء الله تكون جبنتك الجميله ديك جبتها معك. شوف يا سيادتك، انا ممكن انسى اي حاجه، الدب انا ما انسى. طيب يا ريت يا اخي لو سمحت كده تظبط لنا جبنه جميله كده. حاضر. بسم الله. اطفي النور ده يا اخي، احنا ما شايفين. خليكم وراي، الطريق انا عاوزه. نهلة، احنا احسن حاجة نخلي المزيكا اللي احنا بنعمل فيها دي ونبدأ مذاكرة، لانه انا السنة دي لو جبت في السمستر ده النتيجة كلها سواسيو سي 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 زي نتيجة السمستر اللي فات، ابوي حيطلعني من الاوركسترا. انا طوالي بقول لك ذاكري يا نهى. انا ما اعرف انت بتجيبي التركيز ده من وين. داخلة في الرابطة وبتحبي تذاكري وتتمرني على الكمنجة وعاملة الرابطة بازار حايم، ما شاء الله ما شاء الله. قلنا ما شاء الله. ده ما تركيز، ده وقت متوفر لي. الداخلية أصلا ما فيها أي موضوع، وبعدين خليكي مني، انت اللي بيحميك القراية شنو؟ ما بحبها. خلاص حبي الأوركسترا، يعني أدرس روحك في القراية عشان ما في زول يطلعك من الأوركسترا. عن إذنك. يلا أنا مش هرفع التقرير اليومي. يا زولة بختك بالتقرير اليومي ده، وبختك بأبوك المعاكي. والله يا اخوانا قلبي بيقول لي كفايه غربه. حياتي بقت مقسمه، نصف الارض ونصف السماء. شغلي هنا وبيتي واهلي بهناك. خلاص تاني قامت عليك الحاله؟ يا اخ قامت عليك. اصبر يا صديق يا اخي، امن لهم مستقبلهم بعدك، لو ده تسافر سافر يا اخي. تامين؟ انا والله بس عاوز لي زول واحد يحسب لي التامين ده قروش ولا سنين عشان اعرف. الحكايه دي جار يا حامد وما عندها حساب. خدل عادتك بالحاله بتاعتي ولا شنو؟ انت ما طوالي معادين بحالتك دي. تعرفين الحاله دي ما بيمرقنا منها الا اكله سودانيه. يا اخوانا انا عازبكم. مشتهين شنو؟ فته ولا قاشي؟ لا كوارع. كوارع؟ ايوه. حزنان واعي. يلا يا اخوانا يلا قوم قوم. يلا يلا. شكرا يا عم ادريس. المهايير نسياتك، الناس اللي قاعد يعمل مجازفات عشان يأدب يا غادي، لو تله مننا ما يطلع من الجبل ومصايب. دبيب ايفي اقرب ايفي، لو طلع من الجبل
ما يطلع من السهرة. لو مرق من السهرة البحر يستنى. ديل ما بكونوا شايفين السكة دي كلها بمخاطرها، بيكونوا شايفين أوروبا بس قدامهم كده. لكن هو ما يسمع بقصص الناس المادة. ديل لا بيسمعوا لا بيشوفوا غير قصص الناس اللي عدوا ووصلوا بهناك. الأرض شوية سيادتك. رايتهم لو محظوظين نلين فيهم إحنا قبال المهربين. ما داري يدونا تليفونات لناسهم. في النهاية حيطلعوها بدل ما تطلع روحهم. هنحركهم من العربات 200. لما نستلم حقنا هنسلمهم، بعدين ما تمشي معاهم. قلبت معي هنا، كان قطعوا بغادي ما في مشكلة، كان حصلت حاجة خير نكون بعيدين. الدكتورة لسه صاحية ولا ايه؟ أنوم كيف يا أبوي وأنت لسه ما جيت؟ ظروف عملي كده. زي ما قال خالد نساهر نحن عشان الناس تنوم وترتاح. لكن يا أبوي ما كفاك من الشقاوة دي؟ يتنقل حتة تكون خفيفة. والماي واللي بيجي بعدي ما عنده أهل يخافوا عليه؟ عندهم، وعندهم أهل كتار كمان، لكن إحنا 2 يا أبوي. انت برضو عندك أهلك، عندك أخوالك، وعندك أعمامك وأولادهم، وبالأخص موسى. تاني موسى يا أبوي؟ ألو، الزمن اتأخر، أرجع كيف براي بعد كده؟ صعب إنه أرجع في زمن زي ده براي. طيب سلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ممكن أوصلك؟ ما عندي مشكلة. يا ريت، أنا ساكنة السوق الشعبي. والله يا أخي أنا واصل سكة حديد، لكن أوصلك ما عندي مشكلة. تسلم إن شاء الله. بعدين يا ملازم أول حمد. الولد حيروح مني يا سعاد. النور ما متعود على نوم، متعود على حياة محددة وأكل معين، يقوم فجأة كده يترمي الرمية دي. أنا لو كنت متخيلاه وعارفاه إنه هو حيسافر يقعد هناك ما كان سمحت له إني يسافر نهائي. تتكلمي مع سالم يا سهام. سالم؟ سالم أنا قاعدة أشوفه ولا ألاقيه؟ سالم ده بيجي ينوم والصباح بينفع. ديل أهله ما بتحصل له حاجة معاه، بيخلوا بالهم منه. أهله شنو كمان؟ وبيعرفوا له شنو كمان يا سعاد؟ النور. نعم يا عمتي. النور، انا شايفاك بس بتجي للغدا وبتجي للفطور، انت مش قايل لك مش احرز عمتك؟ هيا يا عمتي، مش انت ذاتك اللي قلت لي اطلع اشوف البلد؟ خلاص يلا اسمعني، اوعى يقول لك تعوم تمشي تعوم. حاضر.
وتجي بدري. اوكي. وتجي للغدا بدري. حاضر، التوجيهات كلها حافظ انا. سلام. تسلم. صلاح النور. شايفك لما قلت لك كنت مسافر قايل لي كده ما مصدقني. تعال تعال. ياه ده زمن طويل يا صلاح. هل تتخيل من آخر رحلة مشيناها أنا تاني ما شفت جبل أولياء؟ تذكر أنا وإنت وخالد ولميا حسين وكان معنا من يا ربي ونزار جمعة. نزار جمعة. أيوة صح. أنت الجماعة ده ما قاعد تشوف منه زول؟ خالد تزوج شادي أختي وشغال في الشرطة. دي معلومة قد ما أنا عارفة. أنت تعال أسألك، مش أيمن معاك في فرنسا؟ ما تجيبي لي سيرة المتخاذل ده. مخرج سينمائي وفي الهند ومصمم استعراضات موسيقية. انت يا ولد مالك؟ وجابك من هناك شنو مدام عندك الهيبة دي كلها؟ سرحت. أنا مشيت الهند من هنا عمري كم 20 سنة. لما انتبهت لقيت نفسي دقيت في الخمسينات. كان عندي موعد تأخرت عليه شديد. لا رجعت الهند تاني ولا حصلت الموعد. انت عارف يا صلاح دي مشكلتك انت، انك وقفت في ايام الجامعة ونحن طلعنا منها للدنيا الواسعة دي. ما شفت شكلي كيف وانت بتحكي عنها؟ كنت مستمتعة. ما ايام حلوة، لازم الزول كل ما يذكرها يحس بالفرح. معقول حلمنا بالتغيير يكون كبير ونحن طلبة ويبقى صغير بعد ما نحن كبرنا؟ ما بالضرورة يا صلاح نشوف الحياة بالطريقة اللي بتشوفها انت. كان طريقنا كلنا كان. هذا شايف الزول ده عادي؟ الزول ده تحفة، لكن عامل في روحه كده ليه؟ ده قصته طويلة شديد. أنا عندي وقت أسمعه. احكي لك براو، لكن الغريب اللي أنا مستغرب له نادر ما يتكلم إلا مع مأمون. يتكلم معاك أنت كيفين؟ ورح عمتك النعمة قالت لي ما تجي راجع إلا والنور في يدك. ورح يا صلاح انت مصير تكون ملهمنا بشعرك وكلامك الحماسي ده، لكن مشكلتك الأكبر ما عاوز تطلع من دور الزعيم اللي انت خاشي فيه ده، وعاوز الناس كلها تمشي تحت رايتك. الدنيا تغيرت يا أخ.
الناس اتغيرت، اتحركت، اتطورت، وانت واقف مكانك. كمان عاوز تسافر وتخلي البلد عندك زي الصورة الثابتة، وقت ترجع تتناولها؟ فتح. صباح الخير. ناظر أمرك فيك. سيادتك ده أثر بتاع عربات فاضية، أثر جديد هسه قريب. يبدو زي ما احنا قاعدين نراقبهم هم برضو قاعدين يراقبونا. اسرعوا شويه يا شباب، اسرعوا شويه يا ناس، يا طريقتكم دي والله يقبضونا. اسرعوا شويه يا اخي، تلعبونا يا اخوان. يا مرف مرف، تعالي تعالي. موسى أراه أنا دايرك في موضوع ضروري عليك الله أراه. صحباتي منتظريني؟ صحباتك شنو؟ أقول لك موضوع ضروري تقول لي صحباتي؟ أراه يا أخي أضرب لي صحباتك ديل اعتذر لهم وأراه معنا طوال. بدك تتلفت في شنو؟ أراه قلت لك العربية واقفة برا. أراه أيوه. حضرة الصول، ارفع القوة، هنرجع القسم. فكرتي ولا لسه؟ كلمة وغتايتها. تكلمي. خلينا اخوان احسن. مالي أنا؟ ناقص حاجة؟ بيت بنينا. عربية عندنا الذهب يا مري. انا بيت وحده يا موسى، وشايفاك زي اخوي اللي ما ولدته امي. كوني واضحة وقولي إن إحنا ما قدر المقام. لا ما كده يا موسى. لا كده كده، ولو في حاجة غير كده اتكلمي هسي. انا ما عايزه اجرحك. ما استجرحني اكتر من كده، دار تجرحني كيف يعني؟ انا القلب ده ما بقى غربال يا اخي. انا قلبي ما شايفه غير اخو. يا مرافي، الحب الحقيقي يجي بعدين يا اخي، بعد الزواج. يا موسى في فوارق تعليميه بيناتنا اللي قدام حتخلق مشكله كبيره. فوارق تعليميه؟ واي يعني انا ارجع المجرى الشتاني ولا شنو؟